السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، يا حبيبي يا رسول الله، كامل صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. وش راكم؟ وش حوالكم؟ إن شاء الله تكونوا لاباس وتكونوا بخير إن شاء الله. مرحبا بالمشتركين جدد، مرحبا بكم كامل، راكم كامل فوق الراس إن شاء الله. نتمنى تكونوا بخير وملاح. فيديو تاع اليوم، قبل ما نبدا في الفيديو كما شفتوا في العنوان، قبل ما نبدا بك ملاحظه، والله رساله يعني حبيت ويعني كبروا بالكم معايا شويه في دقيقه ولا رساله البعض اللي هي 1% على بالي تقولي ما ترديش يا ام سيف الدين وما باليش على السلبيات، تعليقات السلبيه، بصح كان حبيت نوصل رساله لبعض الناس وهم عارفين رواحهم. شوف يا اختي، كي تعودي مثال دخلتي القناه وما عجبتكش مثال فيديو ولا ما عجبتكش القناة ولا سلام سلام سلام، ما فيها بركة. خلاص ما عجبتنيش القناة، خلاص ما نشترك، ما والو، واحد ما قال الواحد وواحد ما، كل واحد حر وخلاص. اما حبيت مثال ننتقد فيديو معين، ننتقد موضوع الفيديو، فهمت، وكلام الفيديو وفقط يعني. اما تعليقات مرحبا بهم هذو كامل، اما التعليقات اللي تجي لشخصي انا، سبان حاشاكم وتطياح وفيك ممكن قبل ما نبلوكي الناس هذو، لاني انا نبلوكيهم لاني ما نسمحش انا بالتطياح في القناه، ما نسمحش انا نطيح ولا نسب ولا حاشاكم ولا نقول كلام طايح، ديما تعرفوني. وما نحبش واحد نخلي تعليق والله هكا فيه، ولا تعليقات ولا ناس تاع انت قبيل ثبت واحد تعليق ما كانش 2 دقايق 3، ثبته كيما هكا، قلت لها دوك انا ما نردش عليك باسلوبك يعني، بصح دوك نخلي الناس يردوا عليك. بدات تطيح، هي بتطيح، فهمتوا، بدات تقولي فيك وما على باليش يعني. قالت حتى نزعت عليا بالموت، قالت لي ان شاء الله روحي موتي، فهمتي، روحي ان شاء الله تموتي يعني. خلاص عباد كيما هكا هذو ينتقدوا الشخص في حد ذاته، ماشي ينتقدوا المحتوى. هنا تعرف بلي راهم الناس هذو قاصدين كنتا، قاصدين الشخص في حد ذاته، وبالتالي انا حنقول لهم اولا ربي يهديكم، ثانيا انا مستحيل حنهبط للمستوى نتاعكم وردوا عليك، راني نخسر عليكم ما عدا بلوك وفقط. اذا ما شفتش انا تعليق من التعليقات هذو، ما شفتهمش، نبهوني برك، ديروا لي، كتبوا لي الاسم تاعي ام سيف الدين ولا ام سيفو، دوكا يخرج لي التعليق وانا يا بربي ان شاء الله راني نصفي في القناه، ما نخليش فيها حوايج مش مليحه ولا دناءه. ممكن كان جاو اخرين راهم يقولك نورمال نخلوا التفاعل، خليهم سبان وتطياح، المهم يتكثر تعليقات وكذا، لا، انا يا بما يرضي الله بربي ان شاء الله. فيديو تاع اليوم هو مستوحى من هذا التعليق هذا. هل الناس اللي اذوني، هل نبقى في اتصال معاهم، يعني نبقى في علاقة معاهم، ولا نصبر ولا نجيب حقي ولا نصبر، يعني نرد عليهم وندخل معاهم ولا نصبر الأذى نتاع الناس. أنا نستغرب في حاجة قبل ما نعطيكم رأيي، نستغرب في حاجة، علاه احنا نعاكسوا الدين نتاعنا اللي هو دين عزة ونخلوه دين مذلة؟ عليه نحاسبوا المظلوم، نروحوا للمظلوم، كاين ظالم وكاين مظلوم، عليه نروحوا للمظلوم ونقولوا له اصبر وفوت وعقب كذا، وما نروحوش نحاسبوا الظالم؟ هذه انا ضدها صراحه. وحتى الاسلام ما قالكش كما لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعطيكم في المعنى، معناها انه كل واحد ظلمك مفروض الظالم هذا يتحمل المسؤوليه نتاعو والخطا اللي دارو. مثال اب عنده 2 اولاد ولا 2 بنات ولا كبار في السن، ماشي صغار، والله مفروض من كانوا صغار يربيهم على انه اللي يغلط يحاسبه، ماشي المظلوم هذاك واللي اذاه ولا ضربوه ولا سبوه يقول له اصبر واخوك. هذاك الظالم واش يدير؟ يتربى على فكرة انه عادي، ما كانش عقاب، فهمتوا، من الاسره ما كانش عقاب، لانه هذاك سمح لي، خلاص انا دوك ندير اي خطا يسمحوا لي، ولا ما سمحوليش مش حيأذوني، المهم هم مش حيعاقبوني، مانيش حنتعاقب ومانيش حيأذوني، فهمتوا. بالتالي انه اللي عندها اولاد وعندها بنات وعندها تنتبه الفكره هذه في التربيه، وبالتالي لازم تركز على انه اي واحد يغلط من اولادها اتجاه الطفل الاخر لازم يتعاقب هذاك
يتعاقبوا لك اذا كان صغير، نعتوا له الخطا نتاعو باش ما يزيدش يعاودوا، لانه تنتقل من الاسره الى المحيط والى المجتمع، يولي يغلط في الناس ويغلط عادي. نروحوا الان مرأة أنا متزوجة وكل شيء، وراني في محيط عند أهل الزوج ولا، وأذوني، غلطوا فيا، نعقب مرة، شوفوا عقبوا مرة، عقبوا زوج، عقبوا ثلاثة. احنا هكا ديما تربينا عادات وتقاليد. نقول لك نفوتك 3 مرات وصاي، فوق 3 مرات عليها مرة وزوج وثلاثة، لأنه ربما يقول لك التمس لأخيك ألف عذر. سيدي احنا نقول لك ربما المرة الأولى ماشي قاصدة، الثانية ماشي قاصدة، سيدي الثالثة ماشي قاصدة، بصح الرابعة خلاص من فوق 3 راك عدتو قاصدين. أما جاوني تعليقات بزاف وما نقدرش نرد كل وحدة نرد لها، شخصيا أنا نجمل التعليقات كما كنت ندير فيديو ونرد. شوفوا اللي تسمح له بزاف يتمادى. أنا مش معنى كي نقول لك الرد، انا درت لكم فيديو اللي هو الاساس هو وشي التجاهل. انا التجاهل قلت لكم الناس اللي ما كومش عايشين معاهم، التجاهل الناس اللي ابعد عليكم، حتى وسلفتك بصح كل وحده بدارها يا سيدي تجاهليها، وحده غايره منك، وحده في الجيران، هذو ما خلاص ما كيشفوا راكم في دار وحده وتتعاملوا مع بعضاكم، وكوزينه وحده ودار وحده وصالو وحده، هذه تقدروا تجاهلوهم فاصيل، وهذا هو الاساس. تجاهلي خلاص مره زوج 3 4 خلاص ما عادش تعاود، فهمتوا؟ بصح نتكلم عن الناس اللي راكم مضطرين تتعاملوا معهم. اذا مضطرين تتعاملوا معهم وساكنين معاهم، هنا قلت لكم فوتوا مره زوج 3 بالاعذار، نديروا الاعذار، ربما يحشموا شويه، ربما الشيطان جا دخلهم، ربما مانيش عارفين احنا سيدي. بصح كي تتاكدوا باللي راهم قاصدينكم وقاصدين الافعال اللي راهم يديروا فيها، هنا لازم وضع حدود قبل ما تجبدوا وتكون حياتكم وكرامتكم وشخصيتكم حدود حمراء وخطوط حمراء واحد ما يتعدلها. قبل ذلك لازم تعالجوا المشكله هذه. كيفاش تعالجوا المشكله هذه؟ الرد على المشكله هذه وعلى الشخص هذا. انا كي نقول لكم الرد مش معناها الرد نخرجوا للعيب، راه مهما كان صلة رحم ورانا في دار واحدة ورانا عائلة ورانا أهل. الرد هنا يكون أنه ترجع حقك وتحفظ كرامتك، لأنه الإسلام إحنا دين أنه حفظنا الكرامة تاعنا، ربي سبحانه حفظ كرامة أي شخص في الإسلام، فهمتوا؟ يخرجكم من الظلمات إلى النور. إحنا دين تاع نور، دين تاع عدل، دين تاع مساواة، دين تاع أخلاق، دين تاع تربية. وبالتالي أنه الظالم هذا لازم نوضعوا له حد، لأنه ظلمنا، نوضعوا له حد أنه بحسب الموقف اللي راكي فيه وحسب المشكله اللي راكي فيه. اما تبقاي غير تسمحي 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 تسمحي، تقولي هنا باش تكون ما كانش مشاكل كل شيء، الطرف الاخر تاكدوا انه ماهوش حيبطل من المشاكل هذا. ممكن كنتي او كان يدير لك في مشكل صغير، يعود سكتي له انت، يعود يدير لك في مشكل اكبر، يتعدى ويتغطرس ويتكبر ويجيه الغرور ويدخله الشيطان، يعود يدير في مشاكل اخرى، ويزيد يعودوا عافسين عليكم حاجاكم، لانه يعتبروكم انه ناس ما تعرفش تجيب حقها، ناس نيه، ناس طيبه، ناس جايحه، ناس هيك، وزعما هما يحسبوا رواحهم هما المتفوقين، هما اصحاب القوه، هما اصحاب، مع انهم هما راهم ظالمين، ماشي اصحاب زعما متفوقين ويعرفوا يهضروا ويعرفوا، هما راهم ظالمين. كاين ظالم وكاين مظلوم في العمليه هنا في الصوره، هنا ظالم ومظلوم. بالتالي المظلوم هذا ما يبقاش ديما مظلوم وكاتب على نفسه في جبينه انه انا ديما راني مظلومه. صح نقولوا ربي يجعلني مظلومه وتجعلنيش ظالمه، انه امام ربي سبحانه كي نجيو نتحاسبوا ماذا بيا نكون مظلومه ما نكونش ظالمه. اما في الدنيا وفي المشاكل في المعاملات وفي العلاقات وفي كل شيء، هنا لازم نجيبوا حقهم. اذا كانت امراه ومتزوجه مثل سلفتها ولا ما على باليش مار سلفها ولا مش عارفه، هنا عندها الاولاد وعندها يتربوا على ان امهم راه ما تجيبش حقها. انت كيفاش حتربي ابنك يجيب حقه ولا بنتك تجيب حقها تحفظ كرامتها وانت ماكش حافظه كرامتك وحقك؟ وبالتالي انه كاين مواقف اللي هي الاغلبيه انه نتجاهلوا فيها، لانه احنا عايشين في دار ماشي ناس كل معانا، وحتى اذا كان سلفتك ولا مرت سلفك ولا جوزتك ولا في دار اخرى ما عليش كبري بالك معها، وكما نقولوا احنا وتجاهليها، ما ترديش عليها، لانه احنا ما نردوش الكبار، ما نردوش عليهم اللي راهم ظالمين ومتغطرسين وكذا. يقول لك السكوت على الاحمق جوابه، انا سكتوا عليهم وصاي اذا كان ما همش حيترباو من التجاهل هذا. اما اللي معاهم في علاقات دائما لازم وضع الحدود،
وقبل وضع الحدود لازم معالجة المشكلة. علاه؟ باش يفهموا باللي راكي كي جبتي ما كيش جبتي بضعف، راكي جبتي بقوة، ولكن بتربية وبأخلاق وبخلق وبتربية وبأصلك جبتي، لأنك عرفتهم نتاع ناس سلبيين، ناس تاع هضرة، ناس تاع مشاكل، داويتيهم أولا ثم جبتي ودرتي حدود ما بينك وبينهم. فهمتوني؟ هنا برك لانه التعليق هذا كما نقولوا احنا خلاني ندير هذا الفيديو، انه الناس اشكال وانواع، فيهم المليح وفيهم ما همش مليح، اللي بعاد علينا نتجاهلوهم، اللي رانا معاهم لازم نوضعوا لهم حدود. اما تسكتي على حقك هنا الناس تاكلك وتدي عليك صورة بانك هنا راكي سامحة في حقك، واللي يسمح في حقه هذا مرة حيسمح فيها 10، واللي يظلم مرة حيظلم 10. كيف وبالتالي انه لازم تكونوا اقوياء في الحق وليس في الظلم. والظالم هذا راهم والظالمين مش حينقرضوا، والناس الطيبة مش حتنقرض. ومش معناها نردوا رانا حنظلموا ولا حنسبوا، ولا بأخلاق وبتربية ولي فن الرد، هذا سميناه فن الرد والذكاء وكل شيء. وقدوتنا هو عمر بن الخطاب، اللي هو أقوى شخصية في الإسلام، يجمع ما بين القوة واللين في نفس الوقت، ما بين القوة وحسن الأخلاق والطيبة في نفس الوقت. وهذا هو قدوتنا، وقدوتنا الرسول عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم، وتنساوش البرتاج والتعليقات في القناة.